ازيكم يا حلوين؟ كل عام وانتم بخير. النهارده هنتكلم عن اكله كفيله تخليك تقول اهو ده عيد ولا بلاش. اكله الجدعان، اكله اللي بيفهموا في اللذاذه. مفيش عيد اضحى يعدي من غيرها. يعني صلاه العيد شغاله والحله على النار من الفجر. هنعمل مع بعض الكوارع. هنتكلم عن اسرار تنظيف الكوارع وازاي نتخلص من الريحه واي لون غير مرغوب فيه، ونطلع باحلى شوربه كوارع صافيه وبدون شوائب. وهنعمل منها كمان أجمد فتة كوارع بالصلصة والدقة. ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم إشعار وصفات الجديدة. ما تنسوش تقولوا رأيكم تحت في الكومنت. يلا بينا نبتدي. أول حاجة هنبتدي بيها وهي غسيل الكوارع. هنجهز طبق يكون عميق علشان نقدر نتحرك فيه، وهنجيب الكوارع متنضفة من عند الجزار. أول حاجة هبتدي بيها إن أنا هبدأ إن أنا أشطفها بمية، بس مش هضيف أي حاجة دلوقتي. هشيل منها بقى اي شوائب، اي حاجة مش غير مرغوب فيها كده مكان تنظيف الجزار. وبعدين هرجع ان انا املى الطبق ده تاني بمية، وهرجع انزلها فيها. ودي العجينة اللي انا هنقعه فيها، عبارة عن كوباية من الدقيق، نص كوباية من الكربوناتو، وعليها ربع كوباية من الخل. هننزل بالكربونات الاول وبعدين الخل علشان يحصل الفوران اللي انتم شايفينه ده. الفوران ده لازم يحصل يا جماعة. عشان كده هننزل بالخل الاول وبعدين هننزل بربع كوبايه من الملح الخشن. انا ما كانش عندي ملح خشن فعملت بملح عادي، بيدي برضو نفس النتيجه، بس الملح الخشن بيدي نتيجه افضل بكتير. بعدين هبدا ان انا زي ما بنقول ههمكها بالطريقه دي، وبعدين هسيبها في العجينه دي او الخليط ده عادي. ممكن معاكي من ساعه لساعتين، مفيش منه اي مشكله. اللي متابعني من زمان عارف ان ديت الخلطة المميزة عندي في غسيل الحاجات اللي هي الممبار والكوارع. وبعدين شايفين لونها بيبدأ، اي حاجة غامقة فيها بتبدأ لونها يتغير وبتبدأ لونها يفتح معايا. بعدين بالسكينة بقى هشيل منها اي شوائب، اي شعر، اي حاجة انا شايفة ان هي مش كويسة فيها. بعدين هرجع ان انا اشيلها من الخلطة دي وارجع اشطفها تاني. انا سبتها في الخلطة او العجينة اللي انا عملتها دي ساعتين اتنين متكاملين. شايفين اصلا لونها اتغير وبقى كلير اكتر ازاي. هرجع تاني اكرر نفس الخلطة دي تاني بنفس المقادير علشان اشطفها بيها. هرجع تاني اكرر نفس الخطوات وهرجع ان انا ادعكها تاني بالخليط اللي انا عملته ده، بس المرة دي بدون نقع عادي. بعد ما اخلص المرحلة بتاعت الدعك دي هبدأ ان انا انشلها بقى من المية وارجع اشطفها تاني من العجينة اللي انا عملتها دي، وهرجع ان انا استخدمها عادي. وبكده هنكون ضمنا كوارع نضيفة مغسولة كويس ان شاء الله، وشوربة خالية من اي شوائب. عشان نسلقها بقى حلة كبيرة على النار فيها مية مغلية. تكون مية مغلية، ما تكونش مية سخنة او ساقعة، مية تكون سبق غليانها يعني. هنسيبها في المية المغلية دي 10 دقايق على ما تاخد بالكتير غلوة او غلوتين. انا مش هسويها في المية دي. وبعد مرور 10 دقايق هنبدأ ان احنا نكشف الغطا، هنلاقيها عاملة طبقة دهون او طبقة شوائب لونها اصفر كده ومدهننا. الطبقة دي طبعا غير مرغوب فيها، ودي اللي بتعكر لون الشوربة بتاع الكوارع، ودي كمان اللي بتزفر الكوارع. فالمية دي احنا لازم نتخلص منها. هنشوف مع بعض. شايفين كل دي شوائب بتعكر لون الشوربة وبتدي الشوربة بتاعتها طعم مش كويس. فالمية دي احنا لازم نتخلص منها، نرجع نغيرها وننشل الكوارع. نشيل الكوارع يعني من الحلة دي او المية دي ونشطفها كويس ونغسل الحلة ونرجع نستخدمها تاني. كده بقى احنا جاهزين ان احنا نسلق الكوارع. في حلة برضو تكون كبيرة هننزل بزبدة او ممكن تنزلي بسمنة، مفيش مشكلة، بس الزبدة طبعا تفضل يعني. وهننزل باي بهارات حبيبات، يعني مثلا انا حطيت ورق لوري وحطيت كبابة صيني. ممكن تضيفي مستكة وحبهان، مفيش اي مشكلة. ممكن تضيفي قرفة برضه. بعدين هنزل بربع معلقة صغيرة من فلفل اسمر او فلفل اسمر حبيبات. طبعا لو متوفر فلفل اسمر حبيبات يبقى احسن بكتير. هنزل بقى بالكوارع وهشوحها مع البهارات والزبدة. هتاخد زي ما اتفقنا تشويحة بس، حاجة بسيطة كده. بعدين هنغمرها بمية مغلية. الكوارع ما ينفعش نزودها مية ساقعة،
برضو بمية مغلية. وهنبدأ بقى نحط منكهات الشوربة. معايا بصلة ومعايا جزر وحطيت شوية من 7 بهارات. وطبعا هنضيف طماطماية، بس الطماطماية انا كنت ناسياها وضفتها في يعني ما عدينا كده مثلا نص ساعة على النار. شايفين بقى لون الشوربة؟ بسم الله ما شاء الله عليها، لونها تحفة وفاتح جدا. هنسيبها بقى تتسلق وهتاخد 3 ساعات على نار متوسطة. يلا بينا بقى نعمل الرز بتاع الفتة. انا عارفة ان احنا كلنا بنعمل رز ابيض كويس، بس انا عمري ما عملته معاكم، فعشان كده هعمله معاكم النهارده. هحط كمية وفيرة من الزبدة والزيت او السمنة والزيت، المهم ان يكون في زيت. بعدين هنزل دي 1.5 كوب من الرز المصري مغسولة كويس جدا. عشان الرز الابيض ينجح معاكي لازم تشوحيه شوية في المادة الدهنية اللي انت حطاها. طيب امتى هنعرف ان احنا كده تمام شوحناه كويس؟ اول ما يبدأ يطلع صوت، واول ما الحباية لونها يغير، اللي هو يبدأ يدي كده على لون اصفر، اللي هو يعني الحباية تتغلف بالسمنة او المادة الدهنية اللي احنا حطيناها. هنستمر في التقليب مش كتير، مثلا 5 6 دقايق كده. وبعدين لكل كوباية رز مصري بتاخد كوب مية، وبتاخد معلقة صغيرة من الملح، وبتاخد معلقتين من الزبدة او السمنة مع 3 معالق من الزيت. دي ان شاء الله المقادير الناجحة للرز الابيض او رز الفتة. هنا انا حطيت المية بتاعته، وبعدين ده برضو اختبار تاني ان المية مظبوطة. وبعدين هسيبهم في الاول على نار عالية، وبعدين لما يتشرب هبدأ ان انا هدي عليه وهعمله عادي زي اي رز. هعمل دلوقتي الصلصة. هحتاج 5 معالق من الزبدة، وعليهم معلقة كبيرة من التوم المهروس، وعليهم كيلو من الطماطم. هحمر الثوم وهنزل بالطماطم، وبعدين هنزل ربع معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكمون، معلقه من ال7 بهارات، معلقه من الكزبره، ربع معلقه من السكر، ومعلقه من الملح. ربع معلقه السكر مهمه جدا جدا في اي صلصه، سواء صلصه فته او صلصه كشري. وهسيبهم مع بعض لحد ما يتسبكوا. هنا بقى الكوارع انا كنت بشوفها عامله ايه، دي تقريبا كانت بعد ما مر ساعتين 2 من مده التسويه. وهنا الصلصه بتاعتي كانت لسه محتاجه شويه كمان. على ما الصلصة تخلص هجيب بقى عيش شامي او عيش فتة، هقصه بالمقص، وهرش عليه شوية زيت، وهحطه في الرف اللي في النص. هشغل الشواية بس بتاعة الفرن. هياخد معايا تقريبا 15 دقيقة. شايفين الصلصة جاهزة ازاي؟ شايفين قوام الصلصة؟ بعدين طلعت الكوارع وسبتها لحد ما تهدى، وهبدأ ان انا اخليها. في ناس بتفضل ان هي تاكلها بالعظم بتاعها او الواحدة بوحدتها، وده شيء بصراحة مش بيبقى مريح قوي في اكل الكوارع. كل واحد وليه حرية الاختيار. هبدأ ان انا افصصها واخليها من العظم بتاعها، واقطعها الى قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. طريقة الخليان بتاعها او انك تخليها سهلة جدا، مش معقدة خالص. هي اصلا اول ما بتمسكيها بتلاقيها سايبة من بعضها اصلا. هاجي بقى دلوقتي اعمل الدقة هتبقى عبارة عن برضو 5 معالق من الزبدة، مع عليهم معلقتين كبار من الثوم المهروس، بما يعادل راس واحدة من الثوم المتوسطة. هحط التوم على الزبدة، وهستنى لحد ما تبدأ ان هو التوم يطلع ريحة، وهنزل بمعلقة كبيرة من الكزبرة مع معلقة كبيرة من الكمون. ممكن كزبرة بس، مش ضروري كمون، بس الكزبرة مهمة جدا. هديهم تحميصة، وهنزل عليهم بربع كوباية من الخل. واول ما يبدأوا ان هما يغلوا كده من الجنب، هنزل عليهم بكبشتين او 3 من الصلصة اللي احنا عملناها بتاعة الفتة. بس كده كل حاجة جاهزة. واثناء ما خلصت الحاجات دي كلها كان العيش اتحمص تحت في الفرن بتاع البوتاجاز. بس كل حاجة خلصت، سهلة وبسيطة سلسة ان شاء الله، متعقديش الدنيا، كل حاجة بسيطة. جهزنا كل حاجة. يلا بينا بقى نعمل اخر خطوة، وهي خطوة اختياري ولها بدايل كتير. عندك بقى ست الكل حل من حلين. اولا تجيبي طاجن وتنزلي بيه، تنزلي بالكوارع في قلب الطاجن، وتحطي عليها كبشة من الصلصة، وتحطيها في الفرن تاخد لون من فوق. او ان انتي تدقلجيها في زبدة. ليكي حرية الاختيار، شوفي الاسهل والانسب ليكي ايه. هتدخليهم الفرن، هتدخليهم على الرف الاوسط، وتشغلي الشوايه بس. هياخدوا برضو 15 دقيقه. انا حطيتهم جنب العيش. بعدين هبدا بقى ان انا ارص طبق الفته بتاعي. بس هي كده خلصت اصلا الوصفه. هرص بقى طبق الفته عباره عن طبقه من الرز، عليها طبقه من العيش المتحمص، وهنزل عليها بكبشتين 3 من الشوربه، مغرقش شوربه،
علشان العيش ما يبوش. ناخد بالنا من الحتة دي. ما تكتريش شوربة، انا ساعات بيفيد مني فتة بتفضل لتاني يوم والعيش مقرمش وكريسبي زي ما انت شايفة كده. هرجع تاني احط طبقة من الرز وعليها طبقة من العيش، وهنحط تاني برضو كبشتين 3 من الشوربة بتاعة الكوارع. شايفين لون الشوربة يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله عليها، كأنها شوربة لحمة بصراحة. اتبعي بس الخطوات دي وهتطلعي احلى واطعم شوربة كوارع. دي الكوارع بعد ما طلعتها من الفرن واخدت لون من فوق، هبدأ ان عايزة تديها لون اكتر من كده انت حرة. هحطها على الفتة، على وش طبق الفتة من فوق، وهنزل عليها بشوية من الصلصة وشوية من الدقة، وهقدم جنبها شوية من الصلصة وشوية من الدقة، وبألف هنا وشفا على اللي هيجربها، وكل سنة وانتم طيبين. اتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم تحت في الكومنتات، وتقولولي عايزين نعمل مع بعض وصفات ايه تاني للعيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين، سلام.